صل اللهم على سيدنا محمد وبارك على أصحابه وآله أجمعين. ازيكم أيها الشباب الحلوين، أيها الزوافن الأساطير، أهلا بكم في القسم 41 من حكاية جونرو كونديل ملك الظلال. فلو ما شفتوش الأقسام اللي فاتت هتلاقوها في القناة في قائمة التشغيل أو في الوصف. وبدون مقدمات ما تنسوناش من اللايكات، ودول هم اللي أجابوا الإجابة الصح لسؤال الفيديو اللي فات. ويلا بينا نكمل حكايتنا ونصلي على نبينا، وبنكمل بقية الأحداث وبنشوف ايد الراجل بتاع سحرة زيفل بتقرب من وش بطلنا، ولكن فجأة بيطلع صوت بيقول احنا بنتعرض للهجوم، بنطلب الدعم حالا. وبينطلق الراجل من سحرة الزيفل وهو سايب بطلنا، وبيقول للفار بينج مش عارف ايه اللي بيحصل، ولكن ده من حسن حظنا. فبيقول بطلنا بنفسه زي ما قال بينج ده من حسن حظنا، ولكن مين ده اللي بيجروا يهاجم الزيفل في صحراء زي دي؟ فبيطلع صوت بيقول يونا ده هو هنا اهو. فبيتفاجأ بطلنا بل بيتجنن وبيقول لاختي يونا لا يعقل انه هي اللي هاجمت الزفل. وبتيجي يونا وبتنط فوق اللهب الاسود وبتكون فرحانه قوي، وبيقول بطلنا الاهم من كده ازاي وصلت اصلا لحد عندي؟ هل عارفه اللهب الاسود؟ فبتقول يونا ما شفتكش من وقت طويل. فبيقول لها اللهب الاسود هل انت جعانه؟ فبيقول بينك وايه ده ايه ده يا ايوه اللهب الاسود هل عارفها من دي؟ فبيقول له اللهب الاسود دي اخت جون. فبتتفاجئ يونا وبتلف حوالين بطلنا يمين شمال يمين شمال بسرعه وبتقول ده جون. فبيقول لها بطلنا يا اختي لكن ايه اللي جابك؟ ما تقوليش انك جيتي عشان تقبضي عليا. فبتبص له هي وبتقول فعلا انا جيت عشان اقبض عليك. وبتطلع السكاكين بتاعتها وبتقول خلينا نلعب طوال الليل النهارده، فانا جهزت تقنيه جديده وممكن تموت المره دي بجد. فبيقول لها جون اختي يونا ما التقيناش من مده طويله، خلينا نتكلم وبس. وبعدها بيقول لنا جون قالت الاخت يونا انها توقعت جيتي للمكان ده، فهي شافتني رايح لارض الاخوه في الماضي وافتكرت انه ده هو المكان الوحيد اللي ممكن استخبى فيه بعد ما بقيت مطلوب من زيفل وروكونديل. وقالت كمان انها التقت بقبيله ديل الميه بالصدفه في الوقت داك وبقت صديقه ليهم، وبما انها ما تعرفش انت هتشوفني تاني بعد دخولي لارض الاخوه فجت عشان تشوفني للمره الاخيره. وبكده انضمت الاخت يونا لقافله قبيله التلج الذهبي وقررت انها تفضل معاهم حتى النهايه. ده شيء كويس، فهي تحمي البشر الصغار دول حتى بعد افتراقي عنهم، على الرغم ان انا اعاني من ازعاجها طوال الطريق يعني. وبيقول البشر الكلب انتوا باين انكم متفاهمين مع بعض. فبيقول جون بنفسه ولكن يسعدني ان انا شفت اختي يونا بعد طوال الوقت ده. الطريق لارض الاخوه بيبعث على الشفاء بطريقه ما، في حاجات كتيره جدا موجوده، حاجات اسطوريه فعلا. وبعد مرور وقت بنشوف بطلنا بيقول ده ايه ده بالظبط؟ فبيقول بينج دي سمكه الصحراء. فبيقول بطلنا سمكه الصحراء. فبيقول البشر الكلب ده شيء مدهش ان انا اشوف سمكه ميته في الصحراء وفوق كده بالحجم ده كله. فبيقول بينج دي مش ميته يا رجاله. فبيستغرب بطلنا وبيساله ازاي؟ فبيرد عليه بينج ايوه فلو لمست الميه دلوقتي هترجع للحياه فورا، ولكن لما تصحى هتبقى مصدر ازعاج كبير. وبعدها بنشوف فورا اللهب الاسود وهو بيحط ديله في الرمل وبيطلع ميه، وبتنتشر الميه دي على السمكه وبتقول يونا اصحي يلا فبيتفاجئ بينج وبيكون خايف قوي وبيقول لهم اسمعوني ارجوكم لو صحيتوها دلوقتي. فبتبدا الارضيه كلها تهتز وبتقوم السمكه من تاني وبتبدا تروح يمين شمال وبتحط دماغها في الرمل. فبيقول بينج يا الهي اهربوا من هنا حالا، سمكه الصحراء اللي صحيت من شويه ممكن تكون جعانه فهتاكل كل شيء جاي في طريقها. وبتنط السمكه وبتهجم على يونا. فبتقول يونا واو دي صحيت بجد، صحيت وجايه علينا اهو. ولكن بعد وقت قليل وبالليل يعني بنشوف شرايح سمك كتيره جدا وشويه عظم من السمك. وبيقول بينج ده اسمه مايون، ده حساب بياخد من السمك مكون رئيسي ليه، ممكن يكون لاذع شويه لكنه مثالي لاستعاده النشاط وتدفئه الجسد. فبيقول جون ده بجد لذيذ، ده افضل طعم دوقته في حياتي كلها، ده طري وخالي من اي حاجه تفسده ومع ذلك بيحتفظ بنكهته الغنيه. ما تخيلتش انه يتقدم طبق زي ده من سمكه في الصحراء. فبيقول له بينج انا استخدمت تتبيله خاصه حصلت عليها من بلد زرته بالفتره الاخيره، لكنها ممكن تكون حاره شويه، فاللي بيتعود عليها بيحبها واللي لا ما بيحبهاش فعلا. فبيقول جون على اي حال ما تخيلتش وجود اطلال زي دي في قاع الواحه. فبيقول له بينج انا اتفاجأت انا كمان. فبمجرد ما قضت السيده يونا على الوحش داك اللي هو السمكه يعني انهار القاع وفضلنا نقع لتحت كده. من حسن الحظ ان الكل بخير ومحدش اتصاب باذى، ولكن الاطلال دي ليه تبان مألوفه للحد ده لينا؟ هل ده لانه اي شخص ممكن
ممكن يشوف انها من صنع قبيلة البشر القطط يا ترى؟ لا شك انه ده مختلف، الرموز والاساليب المعمارية كلها بترجع لهم، هما بيباركونا هنا كمان برضه. فبيقول جون انا عارف انها من صنع قبيلة البشر القطط، ولكن ايه اللي بتعمله اطلال زي دي في مكان احنا فيه ده؟ وبيقول لنفسه قيامهم ببناء اطلال زي دي اي نوع من الاجناس هم يا ترى؟ النقوش هناك مش باينه زي لاباروسا، لا يعقل تكون الاطلال دي. وبيقول بطلنا لا يمكن يكونوا بنوا صرح بالحجم ده بدون اي سبب، ربما يكون ده طريق يؤدي لمدخل ارض الاخوه بتوعي لاباروسا. فبيقول بينك اذا كان ده صحيح فهنضرب عصفورين بحجر واحد، اذا نتجنب الشمس والمطارده في وقت واحد كمان. فبيقول جون بالظبط، وممكن نستخدم الطريق ده علشان ترجعوا بعد ما توصلوني، خلينا نقلل من امتعتنا وننطلق دلوقتي. وبعدها بيوصلوا عند باب وبيكون موجود عليه كده قطه لونها اخضر، وبيطلع بعدها منها ضوء، وبيتجه الضوء ده على جبهه بطلنا وبيتفتح الباب. فبيقول جون هل كان الموضوع كده فعلا؟ فبيقول بينك دي مباركه قبيله القطط البشر فعلا. وبيقول لنا جون وبكده توجهنا لداخل الاطلال اللي جهزتها قبيله البشر القطط، حاملين الحد الادنى من الامتعه، وكملنا مشينا. كان المكان اشبه بمتاهه زي ما هو الحال في مباني قبيله البشر القطط، طريق مسدود ورا تاني ورا التالت ورا الرابع، مفترقات طرق ملهاش نهايه. حتى بينج واللهب الاسود ما قدروش يلاقوا الطريق الصحيح، فدي هي المره الاولى ليهم هنا. وبعدها بنشوف بينج بيقول المره دي هلاقي انا الطريق الصح، انا عندي تقنيه سريه تورثتها قبيلتي جيل بعد جيل. فبيقول للهب الاسود انا هلاقيه. فبيلاقوا بمشكله هما الاثنين وبيحاولوا يلاقوا الطريق، وبيروحوا كل منهم بطريق ما غريب، ولكن الاثنين قبل ما يدخلوا من الطريق بيتسد الطريق برمله وميه، فبيلاقوا الطريق اللي قدامهم هو الطريق الاصح. وبيقول جون حتى بعد ما لقينا الطريق بطريقه او بالتانيه ما كانش المسار سهل ابدا، كان مليان فخاخ، مليان فخاخ حرفي، لا بجد مليان فخاخ كانت على وشك تقتلنا، صخور عايزه تدهسنا وحاجات تانية كتير. وبعد مرور وقت طويل وصلنا اخيرا، وبنشوف فعلا انهم واصلين من قدام باب عليه قطه لونها ذهبي، وبتقول القطه انتم عانيتم للكتير عشان توصلوا لهنا، دي هي البوابه الاخيره وهتفتح لكم لو جاوبتم عن الالغاز الثلاثه اللي هسالها لكم. السؤال الاول. فبيقول جون انا مش ممكن نحطم كل حاجه ونمشي. فبتقول القطه لما ينزل المطر في الصحراء مين اول حاجه بتصحى؟ فبيجاوب بينج بسمكه الصحراء. فبتقول القطه الاجابه صحيحه. السؤال الثاني ايه هو الشيء اللي ممكن يكون واحد واثنين في وقت واحد ويكون غايب وحاضر؟ فبتقول يونا الظل. فبتقول القطه بالظبط، الاجابه صحيحه. السؤال الاخير، السؤال ده ملوش اجابه محدده عشان كده ممكن تقولوا اي حاجه بتيجي في بالكم. في العالم ده في حاجات بتنسى رغم عنها بسبب تضحيات نبيله او اسباب غامضه، اذ كان في سبب للبحث عنها رغم كل اللي بيحصل لها، فايه هو؟ فبيقول بطلنا بنفسه سبب للبحث عن المنسي. وبيرد بطلنا بعدها على القطه لانه المنسي بيرجع للوجود لما بيكون في حد بيتذكره، حتى لو اتنسى واختفى فهو كان موجود بالتاكيد، عشان كده ما دام في شخص واحد على الاقل بيفتكره وبيحاول يدور عنه فاعتقد انه هيرجع علشان يظهر في العالم وياخد النور من تاني. فبتقول القطه دي اجابه عجبتني، انتم اكتستم كل البوابات بنجاح، اتمنى يكون طريقكم مليء بالامل كنور النجوم. وبيقول لنا جون وبمجرد عبورنا للاطلال وصلنا مباشره لمدخل ارض الاخوه بالمكان اللي فيه قوتهم الشديده. هنا وجهت شكري لكل من رافقني في عبور الصحراء وعدتهم بلقاء قريب جاي، وبكده انا فتحت الثغره. وبنشوف بطلنا بعدها بيطلع سيف سيجيموندو وبشقه واحده بس بيشق البوابه وبيدخل جواها، وبيقول انا كده رجعت تاني لارض اخوتي لاباروسا، هتضيع القوة العالمية اللي بتطاردني وقتها على الفاضي. وبمرور الوقت هيسلم بينج السيف للعيلة، وقتها يهدى العالم. وفي الاثناء دي انا بعتزم اكمال التدريبات اللي ما انهيتهاش مع اخوتي. وبنشوف بعدها ملكة الحرب الخمسة بتقول اخونا جون رجع تاني يا رجالة، مين اللي هيحميه النهاردة ها؟ فبيكونوا كلهم عايزين يحموا بطلنا وبيلعبوا ورا حجر مقص على الموضوع ده. وبيقول جون انا بشعر وكأننا رجعت بجد لبيتي. ما احنا بقى فبنروح للقصر الخفي وبنشوف التلج عامم المكان. وبنشوف ميشا بتقول كنت قادر هتعامل مع الموضوع لوحدي فليه اتدخلتي؟ فبتقول لها تالاريس لانه المنطقه دي هي نطاق القصر الخفي بتاعنا، ما كانش بيوسع ان انا ما اتدخلش، فكانت الجزيره المحيطه على وشك انها تتمحى عن بكره ابيها. على اي حال انا اتخلصت بنفسي من 3
وقعته من فيلق الغربان. مش ده كافي؟ لا شك انه ده هيشكل ضربة قوية للزيفل. فبتسألها ميشا ولكن ايه سبب اعلان القصر الخفي لهزيمته قدام الزيفل؟ فبترد عليها تالاريس ده لاسباب سياسية. فلو تم الاعلان انه التنين الاسود اتدخل وقتل فيلق الغربان وحقق النصر، فمش هيكون غريب انه تحصل حرب قوية جدا وفورية بين الروكونديل والزيفل. فلو اتدخل القصر الخفي واعلن الهزيمة، هو ده الطريق الاكثر هدوء لانهاء الموقف، وبكده تكون هيبة الزيفل اللي وقعت رجعت شوية منها، ومش هيقدروا يسألونا عن امور تافهة. لابد انه الامور جوه في حالة من الفوضى دلوقتي. فبتقول لها ميشا باين انك ما وصلتيش لمنصب سيدة القصر على الفاضي، مفيش اي حاجة تانية نتكلم عنها عشان كده همشي. فبتقول لها تالاريس اذا فهمتي فابعتي لي شوية شراب كويس على الاقل بعدين. فبسبب الموضوع ده ما كانتش خسايرنا احنا اللي حافظنا على حياتنا قليلة. فبتقول لها ميشا هحصل على الشراب من جون، ويا بنت القصر الخفي اللي اسمك سيريس انتي، جون هيكون بخير ما تقلقيش. فبتتفاجئ سيريس من كلام ميشا، وبعدها بتختفي ميشا من قدامهم وبتتعصب سيريس وبتقول امي انتي قلت لها ايه؟ فبتقول لها تالاريس والله ما قلتش حاجة غريبة، انا سألت اذا كان صهرنا بخير ولا لا. فبتقول سيريس كم مرة لازم اقولك انه هو الصديق وبس؟ وبتكون سيريس محرجة قوي. اما عند قصر كشمير فبنشوف مورا بياكل وكشمير بيقول اذا هل هيتدرب السيد الشاب جون في لاباروسا لمدة سنة وبعدها يرجع؟ فبيقول له مورا قال انه هيستغل الفرصة دي عشان يبقى اقوى ويرجع، عشان كده ممكن نستنى الموضوع ده. فبيقول كشمير انا مرتاح قوي دلوقتي، بدأت اشعر بالاطمئنان شوية عليه. فبتقول كونتيل نسابق لاوانه ان احنا نطمن. حتى سايرون اللي قال انه قادر يغير نواميس الكون لو كان وحيد، هل ما كانش هينهار في النهاية قدام قوة هائلة؟ عشان كده لازم احنا كمان نستعد قدر الامكان. فبيقول مورا بنفسه اهو كده واقع تيمار بنفس الطريقة دي. وبيقول مورا انت معاكي حق يا كونتيل، لا يمكن نمر باللي مرينا بيه قبل كده مرة تانية، اذا ايه اللي لازم نعمله؟ فبتقول له كونتيل لاقي طريقة تستعيد قوتك في الوقت الحالي، فاحنا ما نقدرش ان احنا نستنى نمو جونو بس. فبيقول كشمير كوزان ويوليان هيتحركوا معايا، احنا لازم نحقق في موضوع التنين الحارس ليوليان بسرعات الطائرز والسبع الوان. وبالمناسبة يا سيدة كونتيل يبان ان الانسة انيا مهتمة بتعليم السحر من بيرس في الفترة الاخيرة، فهل ده مقبول منك؟ فبتستغرب كونتيل. وبيكمل كشمير تبان الانسة انيا وكأنها بتلح عليها من جانب واحد، على الرغم انه بيرس ما تقدرش تستخدم السحر حاليا، الا انه معرفتها والحواس بتاعتها لسه زي ما هي، فما اعتقدش انه في مشكلة. فبتقول كونتيل فعلا وانا ما اقدرش استمر في حماية انيا للابد، هيكون كويس لانيا انه يكون عندها معلم برضه. فبيقول كشمير اذا خلينا نبذل قصارى جهدنا ونستنى رجعة السيد جون. وبنشوف بعدها كشمير واقف مع كوزان ويوليان، اما بيرس فبتعلم انيا. وبعد 6 اشهر بدأت شائعات موت الابن الاصغر لعائلة روكونديل تنتشر، وعند عائلة روكونديل بنشوف بينج جايب السيف بتاع جون وبيقول ده السيف لقيته باطلال بالصحراء، انا متأكد ان انا شفته في ملصق المطلوبين عشان كده جبته عندكم. وبعد التأكد من انه ده برادمانتي، عاد نائب القائد لقبيلة التلج الاسود مع مكافأة ضخمة وحماية كبيرة من آل روكونديل، وحصل على ذهب كتير جدا. وبعد 6 اشهر تانيين من اختفاء جون تم اعلان رسميا عن وفاة حامل العلم المؤقت للروكونديل للعالم كله، وما قدروش الناس انهم يخفوا دهشتهم لما شافوا الصحف اللي اتملت في الاسواق. دانتي هايرن اللي ما كانش عارف الحقيقة اشتعل غضب شديد قوي، ضرب الدنيا كلها وهو بيبص على ورقة موت صاحبه، ايديه بتنزف. اما فيردن زيفل فتم التعرض للتلاعب التام والسيطرة التامة على ذكرياته. وفي الاثناء دي كان جون في لاباروسا بيتدرب استعدادا للمستقبل اللي واقف قدامه. وبنشوف بطلنا جون قاعد تحت شلال وبيقول لنفسه مش قادر ان انا افهم، خلال الشهرين الاولين بعد وصولي لارض الارث قضيت وقتي مع ملوك الحرب لبناء قوتي الجسدية الاساسية. بعد كده اتدربت مع ملوك الحرب ال5 ل4 اشهر بدون اي راحة. ملوك الحرب ما استخدموش الطاقة الروحية، ما استخدموش اي من تقنيات سيف ملك العالم السفلي ولا اي حاجة، ولا سيف سولدريك، ومع ذلك مش قادر حتى ان انا اتفادى هجمات الاخوة، وهجماتي ما بتأثرش فيهم اطلاقا. يا ترى ايه اللي لازم اعمله؟ من المؤكد ان انا حصلت على قلب عشيرة ملك العالم السفلي ميونغ يانغ، ومن خلال الانياب اللي حفرها بورس بقت تقنيات الاخوة محفورة في دماغي فعلا. ده كل اللي في الموضوع، انا مش قادر افهم، انا عاجز تماما. العالم لسه مليان بالاقوياء، والشيء الوحيد اللي قادر اعمله هو ان انا احاول افضل عايش على قيد الحياة بمساعدة الناس التانيين. فكرة حماية حياة شخص ما لسه بعيدة عني كتير جدا، ولكن مش هقدر
ان انا اوقف هنا، لانه الاشياء اللي لازم احميها كتيرة جدا وبتزيد شوية شوية. لازم ان انا افهم نية الاخوان في اللي هم بيعملوه خلال الوقت المتبقي ليا. وبيضرب بطلنا ضربة كده وبيشتت الشلال كله. اما الاخوة الثلاثة فبنشوفهم واقفين فوق. وبيقول جارماندو: ايه رايكم؟ هل من المقبول ان احنا نستمر بكده؟ ما عندناش الكتير من الوقت ومش باين انه بيتحسن، عشان كده ربما تلميح صغير. فبيقول له بورس: لا، ده قرار ملكة الحرب، بس بعيدا عن كده دي عملية ضرورية، وانت عارف ده كويس قوي يا جارماندو. فن السيف الاستبدادي محفور في دماء الروكونديل، لو ما ضبطهوش بنفسه وادركه فمش هيقدر يتقدم لقدام. اعتمادا على مهارة المتدرب ممكن ياخد الموضوع شهور وممكن ياخد سنين، محدش عارف. فبتقول ملكة الحرب الخمسة معظمهم ما بيدركوش ده حتى لو اتدربوا طوال حياتهم. فبيقول لها بورس: صحيح، خلينا نرجع، هيحتاج الاخ جون لوقت كافي. فبيفكر جارماندو بحاجة، وبعدها بيطلع بطلنا من عند الشلال وبيلاقي جارماندو قدامه. وبيقول له جارماندو: جيت اخيرا يا اخي، ايه رايك بكاس من نبيذ الجواهر؟ فبيقعدوا هما الاتنين وبيشربوا قدام بعض. وبيقول له: هل حصل شيء زي ده ان انا اخرج باستدعاء الضوء الاسود؟ دي اول مرة اسمع بالموضوع. فبيقول له بطلنا: ده كان بديع قوي، بدأت التدريب فور وصولي، عشان كده ما قدرتش اقول لك الموضوع غير دلوقتي، كان ده مفيد قوي بالنسبة لي. فبيقول له جارماندو: ازاي ملاقي اقامتك هنا يا اخي؟ هل مش بتلاقي صعوبة في تدريباتك؟ فبيقول له جون: طبعا بشعر بشوية ضياع، لان انا مش عارف نية الاخوة. الكل بيكتفوا بالمبارزة والتدريب بدون استخدام الطاقة الروحية او تقنيات سيف ملك العالم السفلي. افتكر انه في سبب بالتأكيد، لكني بشعر بنقص شديد بالفهم. فبيقول له جارماندو: اظن ده الموضوع هو ان. فبتيجي ملكة الحرب السبعة وبتقول: الاخ ملك الحرب الثامن، انت ليه عديم الصبر كده؟ فبيقول بطلنا جون: الاخت السبعة انت هنا. فبتنزل الاخت السبعة وبتقول: ملك الحرب الثامن عنده قلب حنون وهيعيق تدريبك. فبيقول لها جون: هل انت بتتكلمي بجد؟ فبتقول السبعة: ايوه، الاخ ملك الحرب الثامن عارف ده كويس قوي. فبيقول لها جارماندو: قصدك ايه؟ انا كنت بتكلم عن الحياة هنا. فبتقول له هي: يا بتتكلم عن الحياة بس لدرجة انك تسرق نبيذ الجوهرة اللي عمره 600 سنة؟ فبيقول لها جون: للسبب ده شعرت انه ريحته اعمق من قبلها بكتير. فبتقول له الاخت السبعة: مش ده بديع؟ فبيقول لها جون: فعلا هو مذهل قوي. فبتقول له الاخت السبعة: بقدر ما هو كويس لازم ملك الحرب الثامن يشتغل شوية في مصنع النبيذ الخاص بيا بعد كده. فبيتفاجئ جارماندو وبيتلبك وبيقول لها جون: مصنع؟ هل كنت بتعملي نبيذ الجوهرة بنفسك يا اختي السبعة؟ فبتقول له هي: طبعا، انا بصنعه كل يوم بعناية فائقة، ايه رايك عايز تيجي معايا؟ فبيقول لها جون: بجد؟ ده هيساعدني ان انا اصفي ذهني شوية. وبيروح بعدها بطلنا معاها وبتقول له الاخت السبعة: ده هو مصنع نبيذ الجوهرة اللي بتفتخر بيه لاباروسا. فبيقول لها جون: ده مختلف شوية عن اللي تخيلته بالنسبة لمصنع نبيذ، ما كنتش افتكر ان هو بالحجم ده. فبتقول له الاخت السبعة: مش كده، ملك الحرب الثامن هيعصر نبيذ الجوهرة لمدة سنة كاملة. يا جون، ايه رايك؟ هل مش عايز تصنع معايا نبيذ جواهر خاص النهارده؟ فبيستغرب منها بطلنا وبيسألها قصدها ايه. وبنعرف انه اول خطوات صنع نبيذ الجوهرة هي استخراج الجواهر. وبيقول لنا جون: ما كنتش متخيل انه نبيذ الجواهر بيتصنع بجد من الجواهر، ولكن بما انهم بياكلوا سيوف فاقتنعت بالموضوع بشكل سريع. تقول ملكة الحرب السبعة انه عشان تستخرج الجواهر لازم يكون موجود رنين بين قلبه الماسي والجوهرة. الرنين كل شيء في العالم ده له صوت واهتزازه الخاص. لو قدر الشخص انه يفهم الصدى الموجود ويوحدها بقلب ملك العالم السفلي فممكن يحطم اي حاجة جاية في طريقه بحركة خفيفة. ده هو المبدأ الاساسي للقوة اللي بتمتلكها قبيلة ميونج يانج، ولكني ما فهمتش ده حتى الان. الرنين شرحت لي يا ملكة الحرب السبعة مرة تانية لان انا ما فهمتش. اولا لازم تشعر، سواء كان صوت الحاجات او الصدى اللي جواها، فمجرد ما تشعر بيه مرة واحدة ولو لمرة واحدة بس فهيتوسع تدريجيا وينتشر في كل انحاء جسدك. وقتها بس هتبدأ تشعر بكل الاصوات والاهتزازات في الشيء اللي بتركز عليه، ومن بعدها تشعر بالرنين وتوحد صدى الاصوات ده كله المختلفة في شيء واحد. وبيحس بطلنا في حاجة كده وبيدركها وبيبعد ايده عن الجوهرة وبعدها بيضربها ضربة قوية جدا، ولكنها بتتشعر كده وما بتتكسرش. بس اللي بتضربها ملكة الحرب السبعة بتتفجر تماما. وبيعرف بطلنا انه الطريق قدامه لسه طويل. وبيقول بعدها جون: بنجمع الجواهر المستخرجة كده في مكان واحد، وبعدها بنصنع عامل التخمير من الحبوب والمكونات اللي اتزرعت بعناية. لما تمزجها مع بعض مع الجواهر وتمر بعملية تخمير بتنتهي المرحلة الأساسية من صنع نبيذ الجواهر، وبعدها أهم مرحلة وهي مرحلة التكرير. وبنشوف بعدها الأخت السبعة وهي بتطلق قوتها في كل
كل مكان في منطقة التحرير. وبتقول له اللي وريته لك دلوقتي هو عملية تكرير الجواهر، ودي هي العملية اللي بتحدد كل شيء عن نبيذ الجواهر. بتتفكك الجواهر المكررة لأجزاء صغيرة وبتتوهج زي ما شفت قدام عينيك. لون الضوء ده وسطوعه بيحددوا الريحة، ولما نمرر الشيء ده عبر انبوب التفريغ للمعصرة اللي شفتها قبل كده، فهي بتتجمع مرة تانية عشان تشكل جوهرة ضخمة. وصلابة الجوهرة دي بتحدد عمق النكهة، كل ما كانت أكتر إشراق كل ما كانت أكتر لذاذة، كانت أصلب ونكهتها أعمق كمان. بمعنى تاني بيتولد نبيذ مختلف من كل شخص وشخص اللي بيعمل عملية تكرير. أنا هملي حجر التخمير تاني، فإيه رأيك تجرب التحرير بنفسك؟ فبيسألها بطلنا لازم يعمل إيه؟ فبتقول له هي أولا اقعد هنا وكأنك بتتأمل، وبعدها آمل له لك. الطريقة مشابهة لطريقة استخراج الجواهر. لو ركزت كل شيء واحد قبل كده على الرنين، فجوهر الموضوع المرة دي هو الرنين مع الصدى الكتير اللي موجود للجواهر أثناء التخمير. ركز وحاول انك تشعر بالصدى الكتير المنتشر حواليك، هتشعر بأكبر صدى من بينهم. حاول تحقق الرنين مع الصدى ده كمحور ليك، وفي اللحظة اللي تفتكر فيها انك نجحت في تحيي الرنين اطلق طاقة الرعد من قلبك. وبيعمل كده بطلنا وبتطلع طاقة كبيرة جدا، طاقة شديدة قوي. وبتقول له بعدها ملكة الحرب السبعة ايوه ده هو. فبيسألها بطلنا نجح ولا لا؟ فبتقول له هي مثالي قوي. وبنعرف بعدها انه الجواهر المكررة بالطريقة دي بتمر عبر عجلة الغزل اللي بيديرها دلوقتي ملك الحرب الثامن غصب عنه. وبنشوف جارماندو بيقول النهارده شاق قوي بشكل خاص. وبتتملي بعدها قطرة ورا قطرة وهي بتتوهج في جرار القمر في أبو التعتيق تحت الأرض. ولما يتملي نبيذ الجواهر كده فبيعتق لعشرات أو مئات السنين اعتمادا على مين اللي صنعه، وقتها بس بيكتمل. وبنشوف ملكة الحرب السبعة بتقول ايه رايك يا جون؟ ايه هو شعورك بعد ما صنعت نبيذ الجواهر الخاص بيك؟ فبيقول لها جون ده كان شيء بديع. ما كانتش العملية نفسها مثيرة للاهتمام بس، بل كان الرنين بقلب ملك الحرب شيء مؤثر قوي بالنسبة لي. أنا بشر وكأنه ذهني المشوش صفي تماما، وده كان مساعدة كبيرة منكم. فبتقول له هي بيسعدني ان انا ساعدتك. بالمناسبة ممكن تحقق الرنين بالطاقة الروحية كمان على الرغم انه العملية اكتر تعقيد. فبيقول جارماندو سواء كان ده ممكن ولا لا، قال ممكن نروح نشرب لنا كاس دلوقتي. فبيقول جون مش دي هي المرة الاولى اللي اشوف فيها ملك الحرب تعبان للدرجة دي. فبيقول له جارماندو لا ده يبان كده وكأننا بديرها وبس، لكن استخلاص جوهر نبيذ الجواهر مش بالشيء السهل اطلاقا. لما جربتوش بنفسك ما تتكلمش ارجوك. وبيقول جارماندو لنفسه حتى حجر التكرير الخاص بملكة الحرب السبعة صلب لدرجة انه مفيش اي حد من بين الملوك القتال اللي بيضاهيه، ولكن حجرك انت يا جون ما كانش بالهين برضه، بجد الورثة مختلفين. فبيقول جون فهمت، في المرة الجاية هعصره انا، يلا بينا شرب على حساب النهاردة. فبيقول له جارماندو بجد هيمشي النبيذ الجواهر في حلق النهاردة بسلاسة. وبعدها بعد ما بيمشوا هما بنشوف الجرة اللي بيعملها بطلنا واللي هو النبيذ بتاعه بتبدأ انها تتلون بألوان غريبة كمان وكأنها في حاجة فيها. وبعدها بتيجي ملكة الحرب وبتقول ايه الجرة القمرية دي، نقوشها جميلة قوي. وبترجع بعدها بفلاش باك وبنشوفها بتقول دي مش نقوش بل هي آثار ترميم لكسر. وبتكون بتتكلم مع تيمار واللي بيقول لها انا هات نبيذ الجواهر هنا، ايه رأيك بكاس لما يبقى جاهز؟ فبتقول له هي ايوه خلينا نعمل كده. وبعدها بنشوفها بتقول هل دي كانت محادثتنا الأخيرة؟ الزمن بيمر بسرعة خاطفة يا صديقي. وبعدها بنشوفها قاعدة مع بطلنا جون وبتقول له هل بيمشي تدريبك كويس؟ فبيقول لها جون لا، كل ما اتدربت اكتر كل ما واجهت صعوبة متتالية، بل انه الوقت القصير اللي قضيته في صناعة نبيذ الجواهر بالفترة الأخيرة كان ليه فايدة أكبر حتى من التدريب. فبتقول له هي في الأصل كل ما زاد استعجالك كل ما بقى وقوعك بالفخ أسهل، فإجبار نفسك ده مش شيء مفيد أبدا. وبتكمل فان أنا بفكر كده التدريب الحقيقي هو التحكم في النفس من جوه، بما انك لقيت السلام الداخلي اثناء صناعة نبيذ الجواهر يا جون فبقيت قادر انك تفكر بعمق اكبر. فكنت بتعرف مفهوم الرنين بالفعل ولكنك ما شفتهوش بشكل صح حتى الان. هتمر بكتير من الامور في المستقبل، وكل ما حصل كده ما تنساش الوقت داك ابدا. ارفع كاسك دلوقتي واشرب، ده نبيذ عتقه الوريث السابق من زمن طويل قوي. فبيتفاجأ بطلنا جون وبيقول لها الوريث السابق هل قصدك السيد تيمار؟ فبتقول له فان بالظبط هو. واول ما بيشرب بطلنا بيقول ريحته قوية
طويلة جدا. فبتقول له فان طبعا، فلا بد انه مر عليه 1000 سنة. انا مستعدة ان انا امنحك كل حاجة يا وريثي اللي بيشيل دمي، ولكن ادراك ده وقبوله بالكامل هو شيء لا يمكن غير انك تعمله بنفسك. واثقة انك هتنجح المرة دي كمان، ثق بنفسك كويس قوي. فبيقول لها جون ايه اللي انت بتتكلمي عنه فجأة كده؟ ولكن هنا بتتفتح عينين بطلنا على الاخر، وقلب الميونج يانج بتاع بطلنا بيبدأ انه يتغرس جواه اكتر واكتر، وبيقع الكاس من ايده وبيتكسر. فبتجري فان عليه وبتقول له انا هقتلك، انجو بحياتك. فيا ترى ايه اللي قصدها فان بكلامها ده، وايه اللي هي بتعمله مع بطلنا جون، وليه بتعمل كده معاه؟ كل ده واكتر هنعرفه في الاقسام اللي جايه. طبعا احنا عند اخر فصل يا رجاله، الفصل 198، ومفيش فصول بعد كده. فان شاء الله هنكمل لكم حكايه من الحكايات التانية. وما تنسوش يا شباب اكتبوا لنا في التعليقات الحكايات اللي عايزين ننزلها او اللي عايزين نكملها يعني، وان شاء الله احنا هنكملها. بس الحكايه اللي هنزلها ان شاء الله بعدها هتكون يا يوان يا اما تشونما، واحده من الاثنين باذن الله تعالى. وقدامكم 3 اختيارات تانيين: حكايه اندرياس المستدعي الاعظم، حكايه هاجن ملك ملوك القتله، او حكايه المغامر الاخير البوم. اختاروا بين ال3 دول. وبس يا شباب، ما عندناش اسئله للفيديو ده. اذكروا في التعليقات الحكايه اللي انتم عايزيني اكملها. صلوا على الحبيب المصطفى واذكروا الله. اشوفكم ساعتها بخير ان شاء الله. شكرا على المشاهده، والسلامات.